100,000 جنيه مصري يعني 2000 دولار في اقل من شهرين. حرفيا مفيش موظف يعرف يعمل الرقم ده حتى في 5 شهور. والفكره ان انت لا محتاج تعب ولا محتاج مجهود، ده هو برامج بتتباع مش اكتر ولا اقل. خلينا نشرح بيع الاشتراكات الرقميه. المحاضره دي موجوده في كورس ملوك، وهننزلها على اليوتيوب برضو بحيث ان في ناس كتير تستفاد ان شاء الله بالمحاضره دي. وفي كتير جدا محتاج انه يبيع فعلا اشتراكات زي كانفا، زي ادوبي، زي تشات جي بي تي، زي جيميناي. في برامج كتير جدا بتتباع، وزي برضو شاهد واتشد والبرامج الجميله دي. فاحنا عايزين بقى النهارده نتعلم ازاي نعرف نبيع البرامج دي، وهل فعلا بيع الاشتراكات الرقميه بتحقق دخل زي ما الناس بتعمل ملايين منها ولا لا. طيب اول حاجه كده، اهم 3 طرق في الربح من الديجيتال برودكت يعني المنتجات الرقميه. اول حاجه الكورسات، تاني حاجه الاي بوكس، تالت حاجه بيع البرامج. بيع البرامج زي مجموعه ادوات او برامج ادوبي، دي طبعا مطلوبه في السوق من الجرافيك ديزاينر، بيطلبوها بشكل كبير، والشركات. عندك جيميناي مطلوب جدا للطلاب، ومطلوب كمان لاي حد فعلا محتاج يستخدم الاي اي حاليا، بالذات فيو 3، وفي مميزات كتيره جدا. عندك كانفا لجميع الفئات. طبعا كانفا بيستخدمه ناس كتير، وهو ده الاكثر مبيعا لحد وقتنا هذا، وده لو انت بعته هتعمل منه مبالغ كبيره جدا على ضمانتي، وهقول لك دلوقتي ازاي. تشات جي بي تي غني عن التعريف، مش محتاج ان احنا نتكلم عنه لانه هو معروف ومطلوب بشكل كبير في السوق، وده مش محتاج حتى ان انت تعرف نفسك ولا تقول اي حاجه. بيع البرامج لا محتاج منك مهاره ولا محتاج منك اي حاجه. بيع البرامج هو مجرد انك بتشتغل تاجر، بتشتري البرنامج ده مثلا بدولار وبتروح تبيعه ب 10 دولار، فصافي ربحك حتى لو عملت اعلانات مكسبك بس على البيعه الواحده 5 دولار. دي اكتر طريقه بتحقق دخل فعلا. انا فهمتك كده الفكره كلها ماشيه ازاي. خلينا بقى نتكلم عن الجايد ماب، يعني نتكلم عن الخريطه بتاعه الكورس. احنا هنعمل ايه وهنتعلم ايه وهنستفاد. اول حاجه كده، افضل البرامج من حيث المبيعات زي تشات جي بي تي، زي كانفا، وايه البرامج اللي هتحقق لنا دخل من حيث الاشتراكات. تاني حاجه المواقع البيع بالجمله والموثوقه، لان في مواقع ومنصات كتيره جدا نصابين، فاحنا عايزين نشوف ايه المواقع اللي بتبيع بسعر ارخص وفي نفس الوقت موثوق فيهم او تاجر موثوق فيه. يعني ايه هامش الربح من كل برنامج؟ هامش الربح يعني مثلا انا ببيع برنامج ثمنه 30 دولار وانا شاريه اصلا ب 5 دولار، مثلا انا هزود 5 دولار على البرنامج ده كاعلانات علشان خاطر اعرف اجيب مبيعات. اذا ان انا مكسبي دلوقتي ضعف او ضعف ونص. فهنا انا بتكلم عن فكره الهامش، وده لازم يكون موجود ومشروح بشكل عملي، وده اللي احنا هنتكلم عنه ان شاء الله. التسويق والدليل الشامل. التسويق والدليل الشامل ازاي نقدر نبيع حتى من غير راس مال او حتى براس مال، وحتى لو معانا راس مال ازاي نعرف نعمل اعلانات. طبعا كلنا عارفين ان صناعه المنتجات الرقميه غير صناعه المنتجات الفيزيكال، فاحنا بنتكلم النهارده عن بيع الاشتراكات الرقميه زي كانفا وتشات جي بي تي والى اخره. نتكلم عن مواسم بيع اشتراكات مطلوبه. يعني ايه مواسم بيع اشتراكات مطلوبه؟ يعني دلوقتي حاليا احنا مثلا في رمضان، في رمضان احنا لازم نكون مستعدين ان احنا نبيع برامج زي شاهد، زي واتشد، زي البرامج هي بتقدم المسلسلات في رمضان، لان ده المطلوب وهو ده اللي بيحقق دخل في الوقت ده، مش شات جي بي تي، مش البرامج. تمام؟ فدي مطلوبه بشكل كبير جدا. لازم نكون فاهمين المواسم. شهر 7 مثلا نبيع ايه، شهر 8 نبيع ايه، شهر 1 نبيع ايه، وعلى حسب الموسم في الشهور دي. فدي مهمه جدا. للاسف ناس كتير قوي بتتجاهل الموضوع ده، علشان كده ما بيعرفوش يعملوا مبيعات. هو ده دوري معاك في الكورس، ان انا افهمك اصلا بيع البرامج دي بتتباع ازاي، بحيث ان انت تبني بزنس موديل كامل في اقل من 5 ايام لو مشيت خطوه بخطوه. 5 ايام بس، مش محتاج منك اكتر من كده. نتكلم بقى عن كانفا برو. ده اول برنامج هنبيعه واكتر برنامج موثوق فيه مكسب صافي 100%. ليه بقى؟ لان كانفا برو انا واحد من الناس زي ما انت شايف في الفصل بتاعي في 224 واحد اشترى مني، 224 واحد. طيب كانفا برو ده انا هعلمك ازاي تروح تشتري البرنامج ده بسعر قليل جدا، عباره عن بانل. البانل ده بيبقى فيه 500 دعوه، او فصل مثلا فيه 500 واحد ممكن يدخل الفصل ده. ال 500 دول لو احنا قلنا عن الارقام اللي انا عملتها قدامك زي ما انت شايف، اسمه بامو، ده اسم المنصه بتاعت 224 واحد اشترى. اجمالي المبيعات 224 في 160، لان انا ببيعها ب 160 جنيه، صافي ربح 35840. يعني رقم كبير جدا. وعلى فكره ده من غير اعلانات، انا ما عملتش اعلانات خالص لان انا كنت بعمل كونتنت عادي كده. اجمالي تكلفه البانل اللي اشتريتها 1170 جنيه. حلو جدا. يبقى انا كده شاري البانل اللي شال اكتر من 224، ولسه فاضل برضو عدد كبير جدا. ده احنا بنقول 500 واحد، يبقى لسه لي 276 حساب. طيب ال 276 حساب انا بعت دلوقتي عدد كبير جدا للمصريين، فانا عايز ابيع بقى الجمهور مختلف. انا هتارجت سعوديين او هتارجت الدول الخليج. عشان اتارجت دول الخليج يبقى اجمالي المبلغ بالريال لو لسه فاضل 276 من ضمن ال 500 على 224 هيبقى 276. يبقى كده 500 ناقص 224 هتساوي 276. افاضل 276 حساب لازم يتباع. فانا مش هروح ابيع الحسابات دي برضو المصريين، هروح ابيعه لدول الخليج علشان اكسب اكتر. فلو قلنا اجمالي المبلغ بالريال لو بعت 276 حساب لسه باقي، يبقى انا كده هضربها في 20 ريال، انا هبيع ب 5520 ريال. طيب يبقى انا مكسبي كله صافي 107000 جنيه، يعني 2000 دولار، 2020 او 2100 دولار حاجه زي. طيب في اعلانات؟ طبعا في اعلانات. لو نقول ان احنا هنصرف 7000 جنيه اعلانات او 100 دولار اعلانات، طبعا 100 دولار كتير جدا كمان. يعني انت ممكن ب 50 دولار
تقدر ب $20 او ممكن ب 300 جنيه تقدر تعمل الارقام دي، لان طبعا البرنامج مطلوب والبير كوست ما بتبقاش غاليه جدا، لانك بتبيع البرنامج بسعر رخيص، ما تبيعوش ب 160 اقل من كده. وطبعا هنتكلم عن التسعير، لكن 107 ده رقم كبير جدا جدا جدا. لكن حاليا دلوقتي احنا حققنا 35,000، الكلام ده حرفيا ما كملش 10 ايام، لكن عادي ممكن نبيع. لكن هنا لو اتكلمنا عن 5520 ريال فده رقم كبير جدا. النصيحه المهمه جدا اللي عايز اقولها لك، تبيع الاشتراكات بتختلف من دوله لدوله. يعني مثلا لو هتبيع في المغرب او هتبيع في شمال افريقيا غير مصر، او هتبيع في دول الخليج بس قلت له بالدولار، انت بتكسب اكتر. طب لو بتبيع بالريال هتكسب اكتر. طب لو بتبيع بالمصري هتكسب برضه 35,000 جنيه، هتكسب 40,000 جنيه، هتكسب 80,000 جنيه. لكن لو ارقام كبيره، يعني انا لو بدات من البدايه ببيع بالريال او ببيع بسعر موحد بالدولار، كان زمان كسبت اكتر من 300,000 جنيه. فالفكره كلها ان انت على حسب الدوله اللي انت مستهدفها. يعني ما تروحش تقول لي مثلا ان انا هبيع لطالب حاجه ثمنها $50، لا، هو ممكن يشتري منك ب $10. ما انت لو ضربت 10 في 500 رقم كبير. هنا الفكره، طيب لو جيت بعت مثلا في مصر، هو $10 كتير عليه، يبقى انت ممكن تبيع مثلا من 70 ل 80 جنيه، اضرب 80 في 500 برضه رقم كبير. بس لو رحت بعت في الخليج، لا، الموضوع مختلف. هنا بقى الفكره، هنا التركايه. والحمد لله الرقم ده معمول من السمعه اصلا. يعني كان في ناس بترشح ناس ان هي تشتري مني، يعني انا ما عملتش اعلانات حرفيا ولا دفعت فلوس وجايب الرقم ده. فالرقم ده مش كبير، بس الرقم ده معمول في وقت قليل جدا. يعني انا لو عايز اعمل اعلانات دلوقتي هجيب 3 4 بانر ب 5 6 7000 جنيه، بس عارف ان انا هعمل 500,000 جنيه، فاهمني؟ فهي الفكره كلها ماشيه كده. طيب احنا عايزين نبدا نبيع البرامج دي، وعايزين نبدا نشتري البرامج دي، وعايزين نبدا بقى نفهم التسعير وهامش الربح. هنلخصه كله في 4 محاضرات بس، والاربع محاضرات دول هنبدا نتكلم عنهم خطوه بخطوه. وان شاء الله انا متاكد وواثق 100% ان ده المجال اللي موجود في الكورس. طبعا احنا عندنا مجالات كتير، لكن من ضمن الديجيتال برودكت اللي انا بقول لك ازاي تعمل كتاب او تعمل كورس او حتى تبيع تمبلتس جاهزه، لا، ده اسرع وافضل بكتير جدا، وهتشوف بنفسك ازاي تعمل ده. خلينا نبدا مع بعض وان شاء الله خير. لو انت مشترك في الكورس كمل الكورس، طبعا هتلاقي المحاضره اللي بعدها وتبدا ان شاء الله المحاضرات، وطبعا معاك فريق المتابعه. لكن لو انت مش مشترك في الكورس وشايف الفيديو ده على اليوتيوب، فتقدر تنورنا في كورس الملوك. هسيب في الديسكربشن لينك الويب سايت، تقدر تشوف التفاصيل، تبدا تعرف اكتر. وطبعا ده استثمار كبير جدا تقدر تبدا فيه، ودي حاجه قانونيه وشرعيه 100%، وده افضل تجاره موجوده حاليا. وللاسف ما حدش بيشرح الموضوع ده كتير، فحبينا ان احنا نعمل كورس، والكورس ده شامل فيه كل حاجه عن الديجيتال برودكت والماركتنج، وفي نفس الوقت السيلز. دبلومه متكامله بتساعدك انك فعلا تبني بزنس موديل كامل لبيع المنتجات الرقميه. انا في انتظارك. لو حبيت تبدا معانا في ديسكاونت عاملينه 50% حاليا. شكرا.